السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هتكون المحاضرة التطبيق على التطبيق الخاص بإعراب الاسم الظاهر، سواء الإعراب الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، المثنى بنوعين. هنبدأ أول حاجة بقطعة القراءة، وهنا نستخرج من قطعة القراءة الإعرابات، يعني نستخرج منها مثلا مفرد، جمع تكسير، جمع مذكر سالم. ممكن برضو يقول لي اعرب بعض الكلمات، ده اللي هنعرفه في الاختيار. رحلة إلى مركز الأبحاث الفضائية. نظمت المدرسة رحلة علمية إلى مركز الأبحاث الفضائية ليتعرف الطلاب على أحدث الإنجازات العلمية. في صباح يوم مشرق استقل الطالب الحافلة مع زملائه، وكان المعلم يقدم لهم معلومات مفيدة عن أهداف الرحلة. وعند وصولهم استقبلهم الباحثان بحفاوة كبيرة، ورشح لهم كيف تدار المشروعات العلمية. وشاهد الزائرون العالمين وهما يجريان تجربة دقيقة داخل المختبر. ثم مر الطلاب بجانب المهندسين المسؤولين بجانب المهندسين بالجمع المسؤولين عن تشغيل الأجهزة الحديثة. وقد التقى الطلاب عددا من الباحثين الذين يعملون في تطوير التقنيات الجديدة، كما استمعوا إلى شرح المهندسين المتخصصين بأنظمة الاتصالات الفضائية. وأشاد المدير بجهود المعلمين المشاركين في الرحلة. وفي قاعة العرض شاهد الجميع تقنيات متطورة تسهل اكتشاف الفضاء، كما عرضت تصورات كما عرضت صور حديثة للكواكب. وتضمن المعرض معلومات دقيقة عن المهمات الفضائية. وقد أعجب الزائرون بما شاهدوه من أقمار صناعية متقدمة، واطلعوا على نماذج من مراكب فضائية حديثة، كما شاهدوا مختبرات متخصصة في تحليل البيانات. وفي نهاية الرحلة عاد الفريق إلى المدرسة وهو يحمل الخبرات الجديدة. وأكد المدير أن العلم أساس التقدم، وأن الوطن يحتاج إلى العقول المبدعة لأبناء الإيه؟ لبناء المستقبل. يلا، أول حاجة استخرج من القطعة، استخرج ثلاث أسماء مفردة وبين موقع كل منها في الجملة. ممكن ثلاث أسماء مفردة، اللي هو أول حاجة عندي هيكون الطالب أو المعلم، أنت خدت بالك. هنا مثلا عندي كلمة الطالب، ده اسم مفرد، ده رقم واحد. المعلم ده برضه اسم مفرد. فأنا ممكن برضه أجيب اسم مفرد تاني، لو لاحظت مثلا تقول لي العلم، برضه العلم اسم مفرد. يبقى عندي كده ثلاثة، اللي هي مثلا الطالب والمعلم والعلم. ده رقم واحد. استخرج مثنى مرفوع، خلي بالك هو يعني بين لك علامة المثنى الرافع، ماشي، واذكر علامة رفعه. نظمت المدرسة رحلة علمية، خلي بالك هنا الباحثان، وعند وصولهم استقبلهم الباحثان. الباحثان هنا مثنى مرفوع بالألف، ده رقم واحد. السؤال الثاني، استخرج مثنى منصوب. المثنى المنصوب الباحثان بحثوا كبيرة، وشرح لهم كيف تدار المشروعات العلمية. وشاهد الزائرون العالمين. العالمين هنا مثنى منصوب بالياء، لأنه مفعول به منصوب. مفعول به أهو، مفعول به منصوب، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة آسف. نخش على رقم أربعة، استخرج مثنى مجرور واذكر علامة الجر. غالبا هتكون في نفس القطعة. وهما يجريان وهما يجريان تجربة دقيقة داخل المختبر. ثم مر الطلاب بجانب المهندسين المسؤولين عن تشغيل الأجهزة الحديثة. المهندسين هنا، ماشي، دي هنا تقريبا هتكون مضاف، هي أكيد مضاف إليه. ماشي، جانب المهندسين مضاف إليه مجرور بالياء. مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى أهو، مجرور بالياء لأنه مثنى. السؤال اللي بعده، احنا خدنا ده كده، خلينا نعلم على السؤال اللي احنا بناخده. استخرج ثلاث أمثلة استخرج ثلاث أمثلة على جمع المذكر السالم. ثلاث أمثلة على جمع المذكر السالم، تعال نبدأ بهم. عدد من الباحثين، شرح المهندسين والمعلمين. يبقى أنا عندي ثلاث أمثلة: باحثين، مهندسين، ومعلمين. السؤال ده كده خلص.
استخرج مثال على جمع المذكر السالم المجرور، غالبا برضه هتكون من جمع المذكر السالم اللي هو عدد من الباحثين مجرور بالياء. آه، جمع مذكر سالم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جه بعد حرف الجر اللي هي من. تمام، خلي بالك من دوت. اللي بعده يبقى أنا عندي جمع المذكر السالم الباحثين وعلامة الجر الياء. استخرج ثلاث أمثلة على جمع المؤنث السالم، غالبا هتكون في القطعة اللي بعدها. أول حاجة عندي تقنيات، ماشي، في القاعة. وخلي بالك هنا القطعة دي ما فيهاش غير اتنين بس جمع مؤنث سالم. وفي قاعة العرض شهر الجميع تقنيات، دي رقم واحد. ماشي، متطورة سهلة استكشاف الفضاء كما عرضت. صورات دي مش معايا، أصلها إيه؟ عرضت صورا، صور حديثة للكواكب. المفروض دي عرضت صور أهي. صور هنا هتكون هنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نائب فاعل، يعني في غلطة في القطعة. تمام كده. تضمن المعرض معلومات، هنا معلومات برضو تمشي معايا إيه؟ آه جمع مؤنث سالم. يبقى أنا عندي اتنين هنا، عندي تقنيات دي واحد، وعندي معلومات اللي هي اتنين. ماشي. التالتة هي المفروض هتكون معايا صورات بس دي غلط. ماشي، موجودة في قطعة غلط. استخرج ثلاث أمثلة على جمع التكسير. غالبا جمع التكسير هتبقى أقمار، أولها هنا إيه؟ ومراكب. يبقى عندي أقمار ومراكب. خلي بالك مختبرات هتكون جمع مؤنث سالم. مختبرات هتكون جمع مؤنث سالم لأنها أصلها مختبر. يبقى أنا عندي التالتة مختبرات أهي. ماشي. إحنا قلنا جمع تكسير أقمار، مراكب، وعندي عقول. تمام كده. يبقى أنا عندي أهي أقمار، مراكب، وعندي عقول. إيه تاني لجمع التكسير؟ اسم مفرد مرفوع واذكر علامة رفعه. اسم مفرد مرفوع. اسم مفرد مرفوع ممكن يبقى مبتدأ ويمكن يبقى فاعل، وغالبا هيكون الطالب. استقل الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه بالضمة. يبقى أنا عندي الطالب هنا فاعل مرفوع بالضمة. استخرج اسم مفرد قلناها، وقلنا ان الطالب اهي، خلينا نكتبها هنا الطالب وعلامة رفعه الضمة. اسم مفرد منصوب، يعني ممكن نقول غالبا هيكون استقل الطالب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أول حاجة هنجيب أسماء المفرد عندي في القطعة. غالبا إن الوطن. إن الوطن اسم إن منصوب. اسم إن منصوب بالفتح. يبقى أنا عندي هنا الإيه؟ الوطن. والعلم برضو تمشي معايا. العلم هنا برضو اسم هنا. يبقى أنا عندي العلم وعندي الوطن أسماء لإن منصوب. علامة نصبه بالفتح. إيه تاني؟ اسم مفرد مجرور. اسم مفرد مجرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مجرور ده غالبا هيكون بعد حرف جر. علمية استقرار الطالب وحافله، وكان المعاملات قد نوعا مفيدة مع أهداف الرحلة عند وصولهم مستقبل الباحثان إلى المدرسة، وعلى الفريق إلى المدرسة. فإلى المدرسة هنا اسم مجرور بإلى وعلامة الجر والكسر. تمام كده. يبقى أنا كده خدت 11 و12. اسم واقع فاعل استقل الطالب من قبل ما نشوفه عشان احنا عربناها بيها. اسم استخرج اسم واقع مفعولا به. اسم واقع مفعول به تقريبا هيبقى الباحثان. لا اسم مش الباحثان، الباحثان فاعل. آه وشاهد الزائرون
العالمين. العالمين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، هما يجربان تجربة دقيقة. تمام. اللي بعده اسم موقع مفعول به قلناها. اسم استخرج اسم مجرور بحرف الجر، قلناها إلى المدرسة. ماشي. استخرج مضاف إليه بجانب، كانت بعد كلمة بجانب، بجانب المهندسين، بجانب ثانية واحدة. بجانب المهندسين المسؤولين عن تشغيل الإيه؟ الأجهزة. فبجانب المهندسين هنا وقعت مضاف إليه زي ما قلنا. استخرج جمع مذكر سالم مجرور بالياء. جمع مذكر السالم المجرور بالياء يكون من دول: شرح المهندسين، استمعوا إلى شرح المهندسين. يعني هنا يعني مين اللي استمع؟ الطلاب استمعوا لمين؟ لشرح، شرح المهندسين. ماشي. المتخصصين، المهندسين المتخصصين بالأنظمة الاتصالات الفضائية. ثانية واحدة، عاوز إيه؟ مجرور بالياء، معلش سالم مجرور بالياء. مجرور بالياء بعد حرف الجر اللي هي الباحثين. تمام كده، اللي هي الباحثين دي موجودة بعد حرف الجر مجرور بالياء. استخرج مثنى منصوب بالياء. غالبا هنكون في القطعة الثانية: عند وصولهم يستقبلهم الباحثين، محمول مجرور بالياء، المهندسين. استخرج مثنى منصوب بالياء، منصوب بالياء معلش، منصوب بالياء. أنا لما بروح بنسى، معلش أنا آسف. استخرج مثنى. أول حاجة مثنى منصوب. فين المثنى أول حاجة؟ الباحثان. مثنى منصوب. العالمين، العالمين أهي. العالمين أهي، العالمين مثنى منصوب. معذرة عشان أنا لما بروح بنسى أصلا. استخرج منها الفاعل صور اللي احنا قلناها. تمام كده، اللي هي ديت. المفروض هي صورات، وكده اكنها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واخدها كجمع مؤنث سالم. عرضت صور، المفروض صور اهي. صور دي نائب فاعل. استخرج اسم يدل على انجاز علمي، ودي مالهاش اي دعوه بالاعراب، بتكون مثلا تقنيات او اقمار صناعيه. كلمه الطالب في القطعه هتكون اسم مفرد. علامه رفع الطالب هتكون بالضم. كلمه الباحثان تعد مثنى. علامه رفع الباحثان ايه؟ الألف. يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. العالمين جاءت. ثانية واحدة. شاهد الزائرون العالمين، جت هنا منصوبة. منصوبة. تمام كده. علامة نصب العالمين الياء. كلمة المهندسين مجرور عامل جرها الياء غير منشوف. اللي بعده كلمة الباحثين هي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جمع مذكر الباحثين، جمع مذكر سالم ولا مثنى ولا جمع تكسير ولا مفرد؟ هيكون دايما جمع مذكر سالم. كلمة جر الباحثين، عامل جر الباحثين الياء. كلمة المعلمين
نوعها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم؟ جمع مؤنث سالم طبعا. تقنيات هتكون جمع مؤنث سالم من غير ما نشوف، هي مش جمع تكسير ولا مفرد ولا مثنى. علامة نصب أو جر جمع المؤنث، نصب وجر جمع المؤنث سالم، خلي بالك هي الكسرة. كلمة معلومات تعد جمع مؤنث سالم. كلمة أقمار نوعها جمع تكسير. كلمة مراكب تعد جمع تكسير برضو، جمع مركب. كلمة مختبرات جمع مؤنث سالم مختبر. كلمة العلم في الجملة الأخيرة، العلم هي اسم مفرد. علامة نصب العلم الفتحة، وإن العلم هي اسم إن منصوب فتحة، منصوب على نصب الفتحة. كلمة الوطن اسم مفرد برضو منصوب بالفتحة، إن العلم وإن الوطن. بس علامة رفع جمع المذكر السالم دايما بتكون الواو. هنا بقى يقول لك أكمل الفراغ، قال لك مثلا هنا حضر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حضر عاوز جمع مذكر سالم مرفوع، أقول لك حضر المعلمون. المعلمون. كافأت المتفوقين. هنا عاوزين مثنى منصوب، فيكون هنا الطالبين. كافأت الطالبين. كافأ فعل الماضي والتاء الفاعل، والطالبين هيكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. مررت به مثنى مجرور. مررت بإيه؟ بالمهندسين المجتهدين. ماشي. أربعة شارك عاوز مثنى مرفوع. شارك الباحثان. شاهدت جمع مذكر سالم، عاوزين مثلا جمع مذكر سالم هيكون زي مين؟ المعلمين في المختبر. المعلمين. استمعت إلى شرحي جمع مذكر سالم مجرور، خلي بالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إلى شرح الباحثين. طب هنا إيه اللي جرها؟ هنا مجرورة بالإضافة، مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. شرح الباحثين بجانب العلماء، هكذا يعني. عرضت جمع عرضت معلومات، غالبا بتكون معلومة، جمع معلومة يعني. أيوه صح كده، عرضت معلومات جديدة. قرأت. قرأت إيه؟ برضو هتكون برضو معلومات. أو ممكن لو عايزين نخليها مجرورة، لو جمع مؤنث خليه مجرور. قرأت عن تقنيات جديدة أو تقنيات مفيدة، أهي عن تقنيات. تمام كده. استفدت منه. تقنيات أهي نفس اللي إحنا قلنا فوق أهي بالظبط. انطلق. انطلق الطلاب في الرحلة. شاهدت. شاهدت إيه؟ أقمارا في السماء. زرت مراكب أو متاحف حديثة. متاحف. مختبر، لا مش مختبرات. ممكن نقول بلاش مختبرات دلوقتي. مختبرات جمع مؤنث سالم. زرت. زرت أكاديميات جديدة، جمع أكاديمية أو حديثة. زرت أكاديميات حديثة. حضر هي الاجتماع، اسم مفرد مرفوع. حضر الطالب أو حضر المدير إلى الاجتماع. ماشي. كرمت المدرسة الطالب. سلمت على ممكن المهندس. اجتمع في القاعة جمع مذكر سالم. اجتمع المهندسون أو مهندسون، أو ممكن نجيب معاهم جمع مذكر سالم مرفوع يكون مثلا زي المهندسون. المعلمون في القاعة. المحاضرون. تمام كل ده ينفع برضو. استعنت به
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هيكون المعلمين في البحث، استعنت بالمعلمين. صمم، صمم طالبان الجهاز الجديد، أو العالمان، الطالبان أو العالمان. شاهدت مختبرات، امتلأت السماء جمع تكسير مجرور، هيكون بنجوم. سؤال الإعراب 10 جمل، هنعرف إعراب تفصيلي لكل جملة، وبكده يكون خلصنا محاضرة النهاردة. أول حاجة يقول لي هنا الطالب استقل فعل ماضي، والطالب فاعل مرفوع علامة رفعه هنا دي هتكون فاعل مرفوع بالضمة، لأنه إيه مفرد. كان المعلم هيكون اسم إيه؟ اسم كان مرفوع برضه بالضمة. استقبله الباحثان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، برضه فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. ماشي، لأنه مثنى. شاهد الزائرون العالمين بالمثنى ده، خلي بالك. مفعول به، مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. مر الطلاب بجانب المهندسين، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه بجانب المهندسين لأنه مثنى، مضاف إليه مجرور. ماشي، خلي بالك من ديت. التقى الطلاب عددا من الباحثين، برضو ده يكون اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. المهندسين برضو مضاف إليه مجرور بالياء، هنا اسم مجرور وهنا مضاف إليه بالياء الاثنين لأنهم جمع مذكر سالم. فاد المدير بجهود المعلمين هنا برضه هتكون مضاف إليه. تمام. عرضت صور حديثة للكوكب زي ما احنا جبناه وطلعت صح اهي. هنا هتكون نائب فاعل مرفوع بالضم، نائب فاعل مرفوع بالضم لأنه جمع مؤنث سالم. ده مش جمع مؤنث سالم. صور هنا، صور هنا هتكون نائب فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير. ماشي. طب ليه انه جمع تكسير ما يكونش جمع مؤنث سالم؟ عشان هو مش اخره الف وتاء، اللي اخره الف وتاء هو الجمع التكسير. شاهدوا اقمارا. مين اللي شاهدوا؟ هم. طب هم شاهدوا ايه؟ اقمارا هنا مفعول به منصوب بالفتح، مفعول به منصوب بالفتح. ليه؟ لانه جمع تكسير. وبكده نكون خلصنا الجانب التطبيقي الخاص بالمحاضرة. تمام كده يا رجالة. ان شاء الله احنا خلصنا كده الاسم الظاهر، حلينا عليه، جبنا امثله على الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، المثنى بنوعين. جبنا جميع حالات الاعراب، الرفع والنصب والجر، جبناه استخرج من القطعه، جبناه اختر من بين الاقواس، جبناه اكمل، جبناه اعراب. لان كده خدنا اربع امثله واربع اشكال على ازاي السؤال بيجي في الامتحان. المره الجايه ان شاء الله نبدا بالاسماء الخمسه، الاسماء الخمسه. والاسلوب بعد كده هيكون ان احنا بنعمل ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بنشرح الدرس فيما لا يقل مثلا عن 5 دقائق، يعني مش هيقل عن 5 دقائق ومش هيزيد عن 5 دقائق. لكن التطبيق بتاعي هيكون امثله كتير، امثله كتير جدا نعرف نحل مع بعض. شكرا.